هو مين قال إن الغفران يعتبر ضعف؟ كتير مننا لما بيتعرض لموقف إن هو يتظلم فيه، أول حاجة بتيجي في بال أغلبنا إن أنا لازم أرد على الموقف ده بنفس القوة أو آخد حقي على طول. لكن فين الغفران؟ وهل الغفران فعلا ضعف أو تنازل؟ كان في شاب ليه صديق عزيز جدا على قلبه، لكن الصديق ده خان ثقته وكان واخد منه مبلغ كبير جدا ومرضيش يرجعه. لكن الغريبة إن هو كان كل ما بيقابله بيعامله معاملة كويسة جدا وبيسلم عليه كأن مفيش أي حاجة. وده اللي خلى الناس هتتجنن. إزاي يبقى سارق منك فلوس وأنت هتسامحه عادي بمنتهى البساطة؟ لكن الشاب ده قرر إن هو يغفر ويسامح. مش معناه إن هو هيروح يديله فلوس تاني، لكن معناه إن هو هيحرر قلبه من الكراهية. اللي حصل بمنتهى البساطة إن هو بقى عنده سلام نفسي أكتر من أي وقت تاني. المسيح قال: حبوا أعدائكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. الغفران مش ضعف، بالعكس، ده محتاج شجاعة أكتر من أي حد فينا يتخيل. لكن اللي يرد الشر بشر بيخش في دايرة ملهاش نهاية، لكن اللي بيسامح ويغفر هو اللي بيكسر الدايرة دي. لو في حد جرحك، خد قرار من قلبك إنك تسامحه النهاردة. مش معناه إنك تنسى اللي حصل أو ما تحميش نفسك، لكن معناه إنك مش هتسيب الكراهية تاكل قلبك. جرب تصلي من أجله وتقول له: يا رب باركه واديني سلام. مين قال إن الغفران ضعف؟ الغفران هو أعظم قوة، لأن اللي غفر لنا على الصليب بيدينا إحنا كمان القوة إن إحنا نغفر. أشوفكم الحلقة الجاية من مين قال، مع فكرة جديدة هنكتشف مع بعض حقيقتها.